السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا معاكم سيف أسامة. طبعا النهاردة طبعا أقول لكم عن الصفقات اللي أنا جبتها. الصراحة الصفقة بالنسبة لي الصفقة الممتازة. لا، بالنسبة لي اشتريت أول صفقة وهي صفقة محمود الونش. دي أول صفقة. وطبعا دي أول صفقة، صفقة محمود الونش. تاني صفقة وهي صفقة وليد الكارتي، وهي بالنسبة لي أعظم صفقة في خط النص. والصفقة الثالثة هي صفقة أحمد ياسر ريان. ورابع صفقة هي صفقة النجم الجزائري. طبعا أحمد ياسر ريان والنجم الجزائري دول أنا عاوز أطور الجناح شوية. تمام. ولسه طبعا معايا عقد برضو مع النجم البرازيلي ان شاء الله اشتريه. يبقى هي دي طبعا الاربع صفقات اللي انا اشتريتها. طبعا حابب اقول لكم علشان علشان طبعا ايه نلعبوها في ماتش نادي السكة الحديد المباراة اللي جاية. واحب اقول لكم برضو الترتيب. طبعا لو بصينا على جدول الترتيب، طبعا احنا كزمالك 19 نقطة، ومعايا طبعا ب16 نقطة نادي جمهورية شبين. يعني انا معايا جدول الترتيب، وهو جدول الترتيب، وادي جدول المباريات مع حضراتكم اهو. وطبعا طبعا اكتبوا لي طبعا في التعليقات انتوا عاوزين اعمل تشكيلة ايه في التشكيلة اللي انا هعملها لكم دي قبل مباراة نادي السكة الحديد اللي هعملها ان شاء الله بالليل. تعال نروح للاحصائيات. طبعا للاسف الاحصائيات طبعا ما دخلناش فيها، محدش هدف فيها. وطبعا ادي كأس مصر بس لسه طبعا يعني لسه ما عملناش فيها حاجة. طبعا هو دي حاجات مالية. طيب كان معكم سيف أسامة من قناة من قناة سلسلات ألعاب مع سيف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا قبل حاجة زي ما قلت لكم طبعا من شوية، طبعا اكتبوا لي في التعليقات طبعا احط تشكيلة مين علشان اسمع كلامه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم سيف أسامة من قناة سلسلات ألعاب مع سيف. إلى اللقاء.